الجدل يعود من جديد في برشلونة، وتشيلسي يشعل النار بعرض رسمي من أجل التعاقد مع جوهرة الكامب نو فيرمين لوبيز. العرض مغر مادياً، 50 مليون يورو على الطاولة، ومعها تخفيف 4 ملايين من فاتورة الرواتب. قد يقول البعض إن النادي بحاجة للمال، ولكن هل يعقل أن يكون الحل هو بيع أحد أروع مواهب الأكاديمية في لحظة يائسة؟ فيرمين لم يأتي من فراغ، هو ابن لاماسيا، لاعب صنع الفارق في لحظات صعبة، موهبة لم تكتمل بعد، لكنها تحمل في طياتها مستقبل الوسط الكتالوني. تشيلسي يعرف قيمته، يريد خطفه الآن ليبني عليه مشروعه القادم، بينما إدارة برشلونة تفكر: أي تفكير هذا؟ هل وصل الحال ببرشلونة أن يبيع شبابه ليسدد ديونه؟ هل يعقل أن نكرر نفس الأخطاء التي جعلتنا نفقد نيمار ثم غريزمان ثم ميسي؟ لو وافقت الإدارة على هذا البيع فهذه ليست إصلاحات، بل انتحار رياضي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جمهور الكامب نو يريد مشروعاً، يريد صبراً على المواهب، لا صفقات بيع وشراء كأننا سوق تجاري. برشلونة يحتاج للاستقرار، يحتاج للحفاظ على جواهره قبل أن يصبحوا نجوماً عالميين في مكان آخر. فيرمين لوبيز ليس مجرد لاعب، بل رسالة بأن الأكاديمية لا تزال تنبض. فهل تتعلم الإدارة من الماضي، أم سنرى فيرمين بقميص أزرق الموسم القادم ونبقى نتحسر كعادتنا؟